أحمد حسن فتيحي، عضو شرف نادي الاتحاد، مساء الخير. مساء الخير، مرحبا اخوي عادل. على فكره ما يبغى تحاسبني على اللي سبق لاني دوبي اللي وصلت. اوكي. كل عام وانتم بخير. طبعا احنا قرينا بيان اليوم قبل لحظات، بيان نعم. من المركز الاعلامي بنادي الاتحاد بيرد فيه على تصريحاتك اليوم. انا حقيقه ما قريتها ولا اعرف اي جريده، لكن طبعا البيان كان رد عليك حول طرد رئيس النادي او ما شابه. اليوم صدر قرار اخوي عادل. تفضل. صدر يعني في الجريده. حدث انه رئيس النادي اتصل بي وقال لي انا طردت من النادي، وكان معي محمد نور. قلت له طيب اتركني كذا 5 دقائق 10 دقائق اشوف الموضوع. اتكلمت مع الاخ محمد اليامي نائب الرئيس، وقلت له الاخ ابراهيم بيقول كذا كذا. قال لي نعم حصل هذا. اتصلت ايضا بعضو الشرف اللي هم قالوا انه هو سوى كذا، وكنت يعني بتناقش معه، وكان منفعل جدا يعني ومزعوج كثير للي حصل في العمليه. انا احمل له كل التقدير، وهو ايضا احسبه كذلك. فكلمت ابراهيم علوان قلت له والله انا امام اللي حصل واللي عرفته الان ما امامك غير امرين، اما ان تستقيل، اما أن يعني تضع أمور في كفتين، تضع كرامتك في ناحية وإدارة ورئاسة نادي الاتحاد في ذلك، وأيهما تختار خذها وروح. فقال لي أنا بدي أستقيل، قلت خلاص. ثاني يوم طبعا عرفت إنه هو عدل عن الاستقالة حقته وحط وبقي في رئاسة نادي الاتحاد. الكفة الثانية ما أدري فينها، ما شفتها. بس هو الانتقاد اللي طبعا احنا يمكن حتى تكلمنا هنا عن الموضوع هذا، انه يعني ما كان من المفروض من الاستاذ احمد فتيحي انه طبعا يطور او يوسع او يخلي المشكله متفاقمه اكثر ويتحدث للصحافه. انا بتكلم عن نادي الاتحاد الذي يعتبر بالنسبه لي جزء مني. نعم. ما أتكلم عن نادي الاتحاد ولما أتكلم عن أحد ثاني، أنا أتكلم عن نادي الاتحاد اللي هو نادي الاتحاد. نعم. اللي أجدادي أسسوه، له كرامة. نعم. وله إنسانية ولما يجي رئيس نادي يقول لي أنا بدي أطلع أو طلعوني أو كذا أو كذا، معناه التوجيه ما كان لإبراهيم علوان فقط، كان للنادي ككل ممثلا فيه هذا الرجل. نعم. طيب الآن موقفك أستاذ أحمد بن محمد نور، هل في رسالة تحب توجهها يعني بالذات أو يعني أنت ما تبغى المشكلة تنتهي، أو يعني أعطينا بالضبط رأيك أنت فيها. محمد نور أنا طلبت من رئيس النادي أمس، قلت له يا أخي اكتب لي خطاب من مجلس إدارتك وأنت ارسل لي هو وقول لي فوضك محمد نور، بعد يومين أغلق لك الشغلانة. أنا لست متطوعا على أن أتدخل في الموضوع دون أن يطلب مني. نعم. المرة الماضية الدكتور خالد مرزوقي طلب مني 5 ملفات وهو خارج، أنهيت له 5 ملفات في صمت وإحنا ماشيين. الآن هل يملك رئيس النادي أن يعطيني هذا التفويض؟ أشك في ذلك. نعم. أنت سمعت البيان اللي اليوم صدر الآن من المركز الإعلامي أو قريته؟ من عندكم من مكتبكم الأخوان اللي هم اتصلوا فيا هم اللي بلغوني عنه. إيش رأيك فيه؟ إيش رأيك في البيان؟ والله أنا قلت إنه إحنا في حالة هلوسة، لا زلنا في حالة هلوسة، وإنه يعني شر البلية ما يضحك وقد رفع القلم يعني. بعض الزملاء أستاذ أحمد طالبوا أو فضلوا حتى يعني الأخوان من رياض طلال الشيخ، الأستاذ صالح الحمادي، حتى الدكتور مدني، إنه يعني الآن الحل الوحيد عشان يرجع محمد نور وتعود الأوضاع كما هي، حتى الأستاذ محمد الشيخ هنا، اعتذار من النجم الكبير محمد نور. أنا أقول إنه أي إنسان أخطأ عليه أن يعتذر أو يعاقب. إذا نعم. هذا شعر إنه هو اعتذر، إنه هو أخطأ عليه أن يعتذر، وإذا إحنا شعرنا إنه الاعتذار حقه لا يكفي يجب أن يعاقب. نعم. الموضوع ليست موضوع هواية إنه أنا أشوف كذا وأنت تشوف كذا، لا، هناك في أشياء أخرى مترتبة عليها ترتيبات معينة. أنا شخصيا ملم بالقضية بكل نواحيها، من هنا ومن هناك وكذا. لا أدخل في عملية الأنا، ولا أدخل في عملية تضخيم الأنا، ولا بأي شكل. نحن بنقول إن هناك في فرق
ما بين وجهة نظر ووجهة نظر أخرى مقابلة. نسوي ممكن حلها، أنا أحلها ب 48 ساعة أحلها. أنا أعرف من هو محمد نور على فكرة أكثر من أي إنسان آخر. المرة الماضية تعصبت الأمور وجبته في المكتب حقي لمدة 2.5 ساعة. كنت أحاور في الرجل وكنت لأني ما أعرفه قبل كده، وجدت أنه قلب نظيف جدا جدا، عقله يعني عنده، يعني لا أستطيع أن أقول أنه الرجل يعني عنده الإدراك الكافي في أنه يتفهم يعني الموضوع بطريقة سريعة، لكنه مع هذا كله كان قلب نظيف جدا. فجلس نحاوره، قلت له مشكلة كالدرون، قال لي لا. مشكلة لعيبة لا. مشكلة رئيس النادي لا. مشكلة كذا لا. مشكلة كذا لا. يا ابني ايش المشكلة؟ أبغى أفهم وش المشكلة. بعد حوار، وأنا أعتقد وأزعم أنه عندي قدرة على أن أكون عند محاور جيد، استطعت أن أستخلص منه ما هو وقفه في هذيك المرة، وأرضيته وخليته انتهى من الموضوع. قلت له بعد ثاني يوم تسافر، وسافر الرجل وأرضيته بالعملية. محمد نور كلمة طيبة تستطيع أن تأثر، وكلمة نابية خارجة عن النطاق المعمول به تجعله يحملها ويحمل عليها ويحملها أشياء كثيرة جدا قد تضر به هو بغيره. وبالتالي لازم احنا نراعي. انما النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما امرت ان اخاطب الناس على قدر عقولهم. اذا محمد نور ما يبغى النادي، او النادي ما يبغاه او كذا، الامور كلها مكشوفه. لكن هذه نوع من يعني ما نعرف ايش اسميه. ما نعرف ايش اسميه. طيب يعني لا حد طلبنا، انا ماني مستعد ابدا اني اخش النادي علشان خاطر اقول ادوني محمد نور عشان احل المشكله. كان ما رئيس النادي يفوضني اني اسويها. الانهماك غير محمود. ورئيس النادي خالد مرزوقي لما كان موجود كان هناك في مشاكل، بس كان يوكل المشاكل هذه حقته لاعضاء الشرف للاخوان الثانيين، وبيستطيع هو ان يسمع ما هو يعني آرائهم ثم يزيد عليها أيضا بحكمة أكثر وقدرة أكثر. طيب باختصار أستاذ أحمد، يعني إنقاذ ما يمكن إنقاذه، أو إذا كنا نتحدث عن خط رجعة، هل يمكن أنت تبادر بهذا الشيء يعني؟ إذا طلب مني أنا مستعد. لكن أنت من عندك لا؟ لا، من عندي أنا أتطوع أنا عشان خاطر بعد كده كرامتي تضيع يعني. يعني زي ما ضاعت كرامة رئيس النادي تضيع كرامتي كمان أنا. طيب الأستاذ أحمد حسن فتاحي، عضو شرف نادي الاتحاد، شكرا لك.